في ناس بتلف على كل المنصات ومفيش نتيجة، وفي ناس لقت مكان واحد بس وبتعمل منه فلوس بالدولار. المكان ده مش جديد، بس انت غالبا مش فاهمه، ولو فهمته ممكن يبقى مصدر أول دخل ليك من الإنترنت. أهلا بيك في قناة ابدأ صح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا بطل، الفيديو ده ممكن يغير طريقة تفكيرك في الترافيك خالص. النهاردة هنتكلم عن ريدت، المنصة اللي ناس كتير متجاهلاها مع إنها كنز حقيقي لأي حد عايز يشتغل مع أجانب ويكسب بالدولار. هفهمك إيه هي المنصة دي، إزاي تبدأ عليها، إزاي تكبر، والأهم إزاي تحولها لفلوس سواء بالدايركت لينك أو بطرق تانية. خليك فاهم الأول، ريدت مش سوشيال ميديا عادية. هنا مفيش فكرة صفحة ومتابعين زي فيسبوك. هنا في حاجة اسمها سب ريدتس، ودي ببساطة مجتمعات، كل مجتمع متخصص في حاجة معينة. يعني بدل ما تنشر لناس عشوائية، انت بتنشر لناس مهتمة أصلا بالحاجة دي، وده فرق ضخم جدا. تعال أديك مثال يخليك تفهم الفكرة. لو نزلت بوست عن أفضل تطبيقات مجانية على فيسبوك، ممكن يوصل لناس مش مهتمة، لكن على ريدت انت بتنزل في مكان كله ناس بتدور على التطبيقات، يعني فرصة التفاعل والضغط أعلى بكتير. طيب، نبدأ من الأول. إزاي تعمل حساب؟ هتدخل ريدت، تسجل بإيميل وتختار اسم مستخدم. بس ركز معايا، خلي الاسم طبيعي مش تسويقي، يعني بلاش حاجة فيها فلوس أو ماركتينج، خليه كلمنك مستخدم عادي. بعد ما تعمل الحساب، ما تدخلش تنزل لينكات على طول، دي أكبر غلطة. ليه؟ لأن ريدت عنده نظام كارما. كل ما الناس تعمل أب فوت لبوستاتك أو تعليقاتك، الكارما بتزيد، وده بيخلي حسابك موثوق. لو دخلت سبام من الأول، هتتبند من غير ما تاخد بالك. يبقى تعمل إيه؟ ابدأ تتفاعل، اعمل تعليقات، ادي أب فوتس، خليك بني آدم طبيعي. بعد كده نخش على أهم خطوة، اختيار السبريدتس. انت محتاج تختار مجتمعات فيها تفاعل عالي، ناس مهتمة، ومحتوى شغال، مش مجرد عدد كبير وخلاص. ادخل راقب الناس، شوف نوع البوستات اللي بتنجح، وبعدين ابدأ تنزل. طيب، ننزل ايه؟ ما تحاولش تعقدها، ممكن تنزل سؤال، معلومة، ترشيح، قصة، أي حاجة الناس تتفاعل معاها. وهنا بقى التركاية اللي بتفرق. الناس كلها فاكرة إنك تحط لينك وخلاص، وده غلط. الصح إنك تبني محتوى الأول، وبعدين توجه الناس بطريقة ذكية. مثلا تكتب بوست بعنوان يشد، موقع غريب محدش يعرفه، وبعدين تشرح شوية، وفي الآخر تقول حاطط التفاصيل في البروفايل. الناس هتدخل البروفايل، ومن هناك تروح لللينك، وانت كسبت. وده بالظبط اللي تقدر تعمله مع الدايركت لينك، يعني ريدت يبقى مصدر الترافيك، واللينك بتاعك يبقى مصدر الربح. ممكن كمان تستخدمه عشان تبني قناة تليجرام أو موقع، وبعدين تحقق الربح من هناك. خليك فاهم، ريدت فيه جمهور أجنبي تقيل جدا، يعني الضغطة الواحدة ممكن تبقى أغلى بكتير، بس برضه مش سهل. لازم تفهم قوانين كل سب ريدت، كل واحد ليه رولز، لو خالفتها البوست يتمسح. بالمناسبة، لو وصلت لهنا يبقى أنت كده ناوي تبدأ صح، فما تنساش تشترك في القناة وتديني لايك عشان أعرف إن المحتوى ده مهم ليك. نكمل. في شوية تريكات هتفرق معاك جدا. أول تريكاية، العنوان. العنوان أهم حاجة، لو شد كسبت. تاني حاجة، خليك بسيط، اكتب كأنك بتتكلم مش بتبيع. تالت حاجة، اشتغل على الفضول، ده بيجيب أعلى تفاعل. رابع حاجة، رد على التعليقات بسرعة، ده بيزود انتشار البوست. خامس حاجة، ما تحطش لينك في كل بوست، خليه طبيعي. سادس حاجة، اشتغل على أكتر من سب ريدت، بس ما تنسخش نفس الكلام. ومن الأخطاء الشائعة، الاستعجال، السبام، أو إنك تشتغل بحساب جديد في البيع مباشرة. بص يا بطل، ريدت محتاج صبر، بس لو ظبطته ممكن يبقى ماكينة ترافيك شغالة معاك، والترافيك ده تقدر تحوله لفلوس بطرق كتير، وأسرعهم حاليا هو الدايركت لينك. بس خليني أقولك الحقيقة بصراحة، مشكلتك مش في اللينك، مشكلتك في الترافيك، وفي إنك مش عندك سيستم. وده بالظبط اللي أنا بحله في الكورس بتاعنا. لو أنت سئمت من البحث العشوائي وجربت الدروب شيبينج أو التداول ومفيش نتيجة، فلازم تفهم إن الحل مش في طريقة جديدة كل يوم، الحل في نظام. في كورس الدايركت لينك مش هتاخد مجرد شرح، انت هتاخد سيستم كامل. هتتعلم ازاي تبني ماكينة زيارات شغالة بالذكاء الاصطناعي، تجيب لك ترافيك وانت نايم. هتفهم أسرار التعامل مع منصات زي موني تاج وادستيرا، وازاي تتقبل وتتجنب الحظر. هتاخد نماذج صفحات هبوط جاهزة مظبوطة عشان تزود التحويل. هتتعلم ازاي تستخدم أدوات أوتوماتيكية زي أوتو بوستر AI
اللي يخلي الشغل يمشي لوحده. هتعرف إزاي تجيب ترافيك مجاني من منصات زي ريدت وترافيك مدفوع رخيص وتحوله لفلوس. هتاخد كمان دليل بالنيتشز اللي شغالة دلوقتي واللي ممكن تجمع منها دولارات بسرعة. والأهم إنك مش هتكون لوحدك، في دعم وتحديثات مستمرة عشان المجال ده بيتغير بسرعة. الفكرة كلها إنك بدل ما تفضل تجرب عشوائي، تمشي على طريق واضح، وهدفنا إنك تكسر أول $100، لأن أول فلوس هي اللي بتغير كل حاجة. لو مهتم هتلاقي رابط الكورس في التعليق المثبت. في النهاية كده، الزتونة: ريدت يساوي ترافيك أجنبي قوي، والترافيك يساوي فلوس لو عارف تستخدمه صح. ابدأ حتى لو بخطوة صغيرة، وجرب واتعلم وما توقفش. ولو عايز فيديو جاي أديك فيه سب ريدتس جاهزة تشتغل عليها وتجيب منها نتائج، قولي في الكومنتات. وما تنساش اللايك والاشتراك عشان نكمل الرحلة سوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.